الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي بقى على كل المواضيع، قفل قفل قفل. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم. وشم النسيم يعني تلوين البيت. تعالوا اقول لكم بقى طريقة سهلة تعملوها مع اولادكم. هنجيب كده طبق ونحط في كل طبق مية، وهنجيب الالوان الصحية. انا جبت لون احمر وجبت لون اصفر وجبت لون اخضر، وعملت لون برتقاني من الاحمر والاصفر، وحطيت كده المية عليها نقطتين او 3 من اللون. شوفوا بقى انتوا بتجيبوا لون بودر او لون زي ما انتوا عاوزين. وبعد كده عندي منديل معاه نقطتين زيت. هبدأ كده اخد البيضة نفسها وابدأ كده امسح المنديل بالزيت، البيضة بالزيت. وبعد كده عندي كيس كده عشان ما بهدلش الدنيا، وعندي منديل عادي خالص. هبدأ كده احط كده الالوان بطريقة عشوائية خالص، واحط طبعا ايه البيضة جوه المنديل، وابدأ كده اقفلها باي حاجة عندك، باستك او اي حاجة. طبعا البيضة هنا يعني هي مسلوقة ولكن بالقشرة بتاعتها، يعني مقشرتش البيضة بقشرتها. شايفين يا جماعة؟ بكرر بقى الخطوات دي كلها، وبعمل كده كل كمية البيض اللي عندي. وبعد كده بسيبها بقى فترة كده حوالي ساعة كده البيض ينشف او اللون ينشف على البيض. عندي بقى ايه الزهرية الجميلة الحلوة دي. ابدأ بقى ايه افتح كده يا باشا. بصوا يا جماعة شكل البيض ملون وحلو ازاي. وعلى رأي سعاد حسني قفل لي على كل المواضيع، ويلا بقى نعمل البيض الملون. بصوا يا جماعة الشكل والحلاوة والجمال. خلي بقى اولادكم يساعدوكوا في طريقه البيض دي، وبنزينها بقى في ايه في زهريه الورد دي. كان معاكم الشيف ابانوب، وعملنا النهارده البيض الملون عشان شم نسيم. وكل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش الفولو.